بسم الله، اهلا بيكم يا جماعه. معاكم جوبا. اهلا بيكم في حلقه توقعات دور ال 16. توقعات دور ال 16 اللي طبعا يعتبر دور مهم جدا نحو البلوغ الى دور الثمانيه. دور الثمانيه اللي هيكون صعب جدا. كل المنتخبات في كاس العالم ده بالفعل هي بتقدم احسن مستوياتها. دور المجموعات ده واحد من احسن ادوار المجموعات اللي انت ممكن تشوفها في حياتك في بطولات زي بطولة كاس العالم. طبعا بطولة عظيمة عظيمة عظيمة. عندك المنتخبات العربية قدمت نتائج هايلة قصاد المنتخبات الكبيرة. طبعا ما قدرش يتأهل من المنتخبات العربية غير فخر العرب منتخب المغرب. طبعا السعودية فرحتنا جدا بالفوز على الارجنتين، بس الدنيا ما كانتش معاها كويسة في الماتشين اللي بعدها، والحقيقة ما قدمتش الاداء الكويس لان اللعيبة نفسيا وجسمانيا ما كانوش زي الاول، لان قدموا كل طاقتهم قصاد منتخب الارجنتين في المجموعة. المنتخب التونسي بعد تعادل مع منتخب الدنمارك للاسف الشديد خسر من منتخب استراليا، ودي الخسارة اللي كلفته عدم الصعود الى دور ال 16 في كاس العالم. ليه بقول لك كده؟ علشان منتخب تونس حقق فوز عظيم جدا قصاد بطل العالم منتخب فرنسا، وعرف يوقف سلسلة انتصاراته في بطولة كاس العالم. وده اللي انا بقول لك عليه، ان منتخب تونس مع الاسف عدم التوفيق بس في ماتش استراليا هو اللي خلاه ما يصعدش لدور ال 16. بس صدقني يا معلم، كان والله يستحق ان هو يصعد لدور ال 16، بس اداؤه السيء قصاد منتخب استراليا هو اللي ما صعدوش. طبعا عندك منتخب المغرب فخر العرب ان هو يصعد كاول مجموعه اصلا، يصعد لدور ال 16 بيقدم عظمه في المجموعه بتاعته. وانا الحمد لله ان انا توقعت ان المغرب تصعد وتحقق المفاجاه كمركز تاني وتصعد. لقيت المغرب بتقدم عظمه وبتصعد كمركز اول ومعاها كرواتيا. وهنا نيجي عند اسوأ مستضيف في تاريخ كاس العالم للاسف الشديد، وهو منتخب قطر. منتخب قطر ما قدمش اي حاجه. قطر عملت كل حاجه صح باستثناء حاجه واحده بس، انها تظبط المنتخب. ظبطت تنظيم كاس العالم وما ظبطتش المنتخب. جت تظبطه ضرب منها خالص. منتخب قطر كان سيء جدا. منتخب قطر ما قدمش اللي عليه. منتخب قطر كان واحد من اسوأ المنظمين، يعتبر من اسوأ المنتخبات ان لم يكن هو اسوأهم، لان هو صاحب الارض والجمهور. ما قدمش اي كوره. اللعيبه كونسبت دوريات الخليجيه لسه مع اللعيبه دي بالرغم انها كسبت بطوله اسيا، بالرغم انها لعبت بطوله امريكا الجنوبيه، ولعبوا كمان تصفيات المؤهله لكاس العالم في قاره اوروبا نفسها. فبالتالي منتخب عنده خبرات دوليه قويه جدا معرفش يقدم اي حاجه. ليه؟ علشان اللعيبه مش محترفه اوروبيا. اللعيبه ما خدتش تجارب قويه قوي على المستوى الدوريات الاوروبيه في الانديه مش المنتخبات. اللعيبه اتدلعت زياده عن اللزوم، والمدرب بصراحه ما عندوش اي حلول، ومدرب مش قد كده حاليا مع منتخب قطر. وظهر ده في كاس العالم، لانه لو هو كان قادر ان هو يعد اللعيبه بدنيا ونفسيا كويس كان ممكن قطر تتأهل كمركز ثاني على الأقل في مجموعتها بدل السنغال. كان نفسي والله نشوف التأهل الغير مستحق ده للمنتخبات العربية. مش لازم تمثيل مشرف يا جماعة، خلينا نتأهل مرة تأهل غير مستحق يا سيدي، أنا هبقى قبله. الحمد لله إن المغرب صعدت، لأنه كانت هتبقى واحدة من أسوأ اللحظات في كأس العالم عموما، ان البطوله اللي مقامه في دوله عربيه ما يتاهلش منها لدور ال 16 اي دوله عربيه. فالحمد لله يعني. وده كان كلام سريع كده عن اداء المنتخبات العربيه في كاس العالم في دور المجموعات. ويلا بينا بقى نخش على دور ال 16 والتوقعات. عندنا اول ماتش هو ماتش هولندا ضد امريكا. هولندا ما بتقدمش احسن اداء. هولندا صعدت بطلوع الروح يعتبر. ما شفتش ان ده منتخب هولندا اللي هو قادر على تحقيق كاس العالم. مش مع فان خال مقدم احسن المستويات قصاد امريكا، المنتخب الطموح جدا، المنتخب اللي ما كانش منتظر منه ان هو يصعد. بس انا شايف ان حاليا برضه هولندا هتعرف تصعد على حساب امريكا لدور الثمانيه. هولندا تقدر لان المنتخب بتاعها اقوى. الكره ملهاش كبير، ودور المجموعات اثبت كده. بس انا عايز اقول لك ان هولندا عندها كونسبت انها توصل نص النهائي ماكسيمم بالنسبه لمنتخب هولندا. فان امريكا كسبت هتكون هي المفاجاه بالنسبه لي. بس انا توقعي رايح لهولندا. نيجي بقى للماتش الثاني معانا النهارده، الارجنتين ضد استراليا. طبعا الواحد كان يتمنى ان يبقى الارجنتين ضد
تونس، بس مع الاسف الشديد ما حصلش. لكن انا شايف ان منتخب الارجنتين هو ستيل مرشح ان هو ياخد كاس العالم، اصلا ده منتخب رايح للبطوله، فبالتالي هيكسب منتخب استراليا مستريح جدا. منتخب استراليا مش منتخب قوي قوي، منتخب متوسط نسبيا، ويمكن يكون اقل من المتوسط كمان زي ما قلت لك. هو بس الفكره ان منتخب تونس ما توفقش معاه، فانا شايف ان منتخب استراليا ملوش اي فرص قصاد الارجنتين، والارجنتين هي اللي هتتاهل لدور الثمانيه. نيجي الماتش الثالث بقى معانا النهارده، ماتش فرنسا ضد بولندا. انا مش شايف ان منتخب بولندا حلو، انا بكلمك من الاخر. منتخب بولندا صعد بسبب ان منتخب السعوديه ما عرفش يكمل المسيره الناجحه للثالث من بعد ماتش الارجنتين، وما عرفش انه يكسب بولندا، مع انه قدم اداء كويس جدا وقدم اداء سيء للاسف قصاد المكسيك. فبالتالي السعوديه ما صعدتش، والسعوديه هي اللي كانت تستحق. بولندا ايه مين فيها اللي قوي؟ ليفاندوفسكي وشيزني اللي كان بيقدم موسم سيء جدا، وكل الناس كانت عارفه ان هو سيء، وانا قلت ان لازم تستغلوا بولندا دفاعيا بالنسبه لمنتخب السعوديه، بس للاسف الشديد ما حصلش، وبولندا صعدت لدور ال16. انا عايز اقول لك حاجه، ليفاندوفسكي شيزني فقط ده منتخب بولندا. ليه؟ علشان الدفاع بتاعها واقع تماما. منتخب فرنسا هيعرف يجيب مكسب سهل جدا على حساب بولندا، اللي انا مش شايفها منافس قوي خالص خالص خالص، وشايف ان فرنسا هي اللي هتعرف تتاهل وبسهوله كمان لدور الثمانيه، لان انا لسه شايف ان فرنسا ما قابلتش منتخب قوي قوي يعرف يوقف منتخب فرنسا. منتخب فرنسا بالرغم من الاصابات الكتير اللي حل بيه، لان هو قادر بالمجموعه اللعيبه اللي عنده ان هو يوصل لدور الثمانيه. مش هقول لك ان هو ياخد بطوله، لان هو صعب انه ياخد بطوله لان الاداء مش احسن حاجه، بس على الاقل هيعرف يتاهل من دور ال16. ونيجي الماتش الرابع معانا النهارده، وهو ماتش انجلترا ضد السنغال. منتخب السنغال طموح جدا يا جماعه، وانا واحد من الناس ما كنتش اتمنى ان انا اشوف السنغال بتتاهل، لان هو تاهل على حساب منتخب بلدي منتخب مصر. بس انا عايز اقول لك حاجه واحده بس، ان منتخب السنغال للاسف الشديد يا جماعه ده اقوى جيل لمنتخب السنغال انت ممكن تشوفه في حياتك، لان للاسف الشديد برضو بقول لك ان منتخب السنغال قدم عظمه في دور المجموعات، وخلينا نتكلم في الحق ان هو فعلا استحق ان هو يتاهل لدور ال16، بس قابل منتخب رايح على بطوله كاس العالم. مع ان انا شايف ان منتخب انجلترا اصلا مش هيوصل لنهائي كاس العالم، ممكن يعني حد اقصى قوي ان هو يوصل نص النهائي، بس ساوث جيت اصله مش مظبط التشكيله قوي 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 بتاعت منتخب انجلترا. منتخب انجلترا غير مبشر انه ياخد البطوله، يعني هتبقى المعجزه لو منتخب انجلترا كسب البطوله. فبالتالي انا شايف ان انجلترا هي اللي هتتاهل على حساب منتخب السنغال ان شاء الله، بس بصعوبه، علشان انا شايف ان ده هيكون واحد من احسن مباريات كاس العالم 2022، سرعه انجلترا وقوه السنغال. ونيجي بقى الماتش الخامس معانا النهارده، اليابان ضد كرواتيا. كرواتيا اللي انا شايف انها تاهلت بطلوع الروح، شايف انها تاهلت بصعوبه، وهي حققت المعجزه اصلا انها طلعت من دور المجموعات وعرفت تصعد. فانا من وجهه نظري بتوقع المفاجاه اللي ممكن ما حدش يتوقعها خالص، الا وهي ان اليابان تتاهل على حساب كرواتيا. اليابان اللي عرفت تزحزح منتخب ألمانيا من عرش الكورة على العالم كله عموما، وعرفت تخرجها من دور المجموعات وتتأهل كمان كأول مجموعة. ده منتخب ما تستهينش بيه أبدا، منتخب قوي، عارف يكسب لك كمان أسبانيا في آخر ماتش عشان يضمن التأهل بتاعه، وإنه كمان يوصل أسبانيا إنها تتأهل كمركز تاني في مجموعة كان ممكن بكل بساطة يتأهل فيها ألمانيا وأسبانيا لو كان الأداء أحسن من كده. فاليابان انا شايف ان البروجكت بتاعهم مكمل، البروجكت بتاعهم واضح جدا في 2018 وفي 2022 ان هم رايحين نحو الادوار الاقصائيه بيتقدموا فيها سنه سنه. فانا شايف ان هم هيتاهلوا دور الثمانيه، بالرغم برضو من ان انا شايف ان تاهلهم كان ظلم. كاس العالم 2018 تأهلوا بقانون الانذارات، والكلام اللي احنا شفناه كان كلام فاضي جدا بصراحة، قانون سخيف من وجهة نظري في الكورة عموما ان هم يتأهلوا على حساب السنغال في 2018 في كاس العالم. شوف برضو التأهل غير مستحق تاني، ان هم تأهلوا اساسا على حساب ألمانيا من خلال الهدف اللي جه، اللي احنا كلنا شفنا ان الكرة طلعت اساسا اوت في ماتش اسبانيا. فبرضو اليابان بتتأهل بطرق غريبة جدا. نيجي للماتش السادس معانا النهارده، البرازيل ضد كوريا. كتر خير الدنيا يا جماعة ان كوريا عرفت تصعد في اخر ماتش يعتبر من مجموعتها على حساب الاوروجواي وغانا، وبالرغم من ان الاوروجواي كسبت غانا 2-0 لانها برضو ما عرفتش تتأهل لدور ال16، وتأهلت كوريا اللي قدمت مباريات هايلة جدا وعرفت انها تتأهل لدور ال16. طموح حلو جدا لمنتخب كوريا الجنوبية، بس منتخب ملوش
طالعه لقدام، ملوش مستقبل لفوق يعني، فاهم؟ هو دور ال 16 ده كان اقصى طموحهم، كان واضح من بكاء سون في دور المجموعات بعد تاهل منتخب كوريا الجنوبيه ان هم عملوا المعجزه، منتخب الاندر ريتد اللي عمل المعجزه، فمش هيوصل اقصى من كده، خصوصا ان هو مقابل منتخب البرازيل اللي حاطط عينه برده على النهائي. ما انت عندك بعض المنتخبات كده اللي قدمت عظمه في دور المجموعات وانها واضحه انها رايحه اساسا لدور النهائي، فالبرازيل هتعرف تتاهل على حساب كوريا الجنوبيه وهيكون تاهل مريح بصراحه، فالبرازيل الى دور الثمانيه بكل تاكيد ان شاء الله. نيجي بقى للماتش السابع معانا النهارده، المغرب ضد اسبانيا. الذكريات بتاعت كاس العالم 2018 بتتكرر تاني في 2022 والمغرب بتقابل اسبانيا. من وجهة نظر يا جماعه انا بتوقع هنا المفاجأة، وليه ما نحلمش، المغرب تصعد على حساب اسبانيا لدور الثمانية اذا لعبوا على الاطراف بالشكل المظبوط وعرفوا يقفلوا دفاعاتهم كويس جدا، هيعرفوا يتأهلوا على حساب منتخب اسبانيا، لان منتخب اسبانيا لعبته نفسهم عارفين ان هم مش هيوصلوا للادوار اللي قدام قوي، يعني مثلا لنص النهائي دي هتكون صعبه على منتخب اسبانيا في الجيل الحالي، ممكن يبقى قادم بس في كاس العالم 2026 ان شاء الله مش دلوقتي. فمنتخب المغرب زي ما حقق المفاجاه بالنسبه لناس كتير جدا ان هو تأهل من دور المجموعات في مجموعه صعبه جدا كان فيها منتخب بلجيكا المرشح لكاس العالم اصلا، وعرفوا يخرجوه من المجموعه. المنتخب بلجيكا كده كجيل شطب تماما، وطبعا لوكاكو يعني الله يكون في عونه هيتحفل عليه تحفيل السنين، لان كرواتيا صعدت على حسابه من تضييعه كميه الفرص دي اصلا، فكرواتيا صعدت كده يعني في المجموعه دي. بلجيكا زي ما قلت لك خسرت كتير قوي 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 بعدم الصعود لدور ال 16، بس المغرب كسبت احترام العالم كله بانها صعدت من المجموعه دي اللي كان منتظر منها كرواتيا وبلجيكا. انا واحد من الناس توقعت من المغرب انها تصعد والحمد لله ان توقعي طلع صح، ولسه مؤمن بحظوظ منتخب المغرب المجتهد جدا ان هو يقدر يوصل بالجيل العالمي ده الى دور الثمانيه باذن الله على حساب اسبانيا. لما انت تكسب بلجيكا ان شاء الله تقدر تكسب كمان اسبانيا، لان خلاص عقده الفرق الكبيره ما بقتش موجوده اصلا في كره القدم حاليا، وشفناها مع السعوديه وشفناها مع تونس والمغرب نفسها قصاد بلجيكا، فبالتالي سهل ان شاء الله ان المغرب تكسب اسبانيا. هيكون مكسب بطلوع الروح، مش هيكون مكسب مريح خالص، بس انا برضو شايف ان المغرب هتسعد كل العرب باذن الله. وان افترضنا لا قدر الله ان المغرب ما صعدتش على حساب اسبانيا فكتر خير الدنيا قوي، وشكرا جدا لمنتخب المغرب على الاداء العظيم في دور المجموعات وتاهلها اصلا لدور ال 16 لانها المنتخب العربي الوحيد اللي صعد لدور ال 16، فشكرا جدا لجيل اللاعبين الهايل ده، شكرا على الاداء العظيم وشكرا على كل حاجه عملتوها في كاس العالم وبنشكركم كلكم. منتخب المغرب يستحق كل التقدير والاحترام، حتى لو ايه بالذي انت شايف ان منتخب المغرب ده منتخب عظيم جدا جدا جدا. نيجي بقى للماتش الاخير معانا النهارده، ماتش البرتغال ضد سويسرا. البرتغال هتحارب علشان المكسب، علشان كريستيانو رونالدو يعرف يوصل للنهائي، وانا نفسي ان انا اشوف البرتغال في نهائي كاس العالم، بس انا شايف ان سويسرا بتقدم اداء كويس جدا، شايف ان سويسرا تقدر تحقق المفاجاه. توقعي هنا ان سويسرا هي اللي هتخرج البرتغال من دور ال 16، لان البرتغال كمنتخب عنده لعيبه كويسه جدا بس المدرب مش احسن حاجه، بالرغم ان هو كسبهم يورو 2016، بس مع الوقت انت بتدرك ان منتخب البرتغال حاليا بالجيل ده مش ماشي مع المدرب، الاداء مش احسن حاجه في دور المجموعات. ضمن على التاهل بس خسر بكل سهوله قصاد كوريا الجنوبيه، ما قدمش الاداء المظبوط، ما قدمش الاداء اللي انت شايفه ان المنتخب ده هيروح الى نهائي كاس العالم، بالرغم من ان كل الناس تتمنى النهايه دي لرونالدو ان هو يكسب كاس العالم وانا واحد منهم، بس المنتخب مش مقدم الاداء ده، منتخب مش مقنع خالص. سويسرا هي رايحه للمفاجاه، رايحه انها خلاص هي اندر ريتد، وبالنسبه لهم هم مش خسرانين اي حاجه، وهم هيسعوا ان هم يخرجوا كريستيانو رونالدو من كاس العالم ويحرموه من بطوله كاس العالم للابد، لان دي اخر كاس عالم لكريستيانو رونالدو. فتوقعي هنا رايح لمنتخب سويسرا ان هو اللي يصعد لدور الثمانيه على حساب منتخب البرتغال، بالرغم من ان انا اتمنى منتخب البرتغال انه يصعد لدور الثمانيه. وبس كده يا جماعه، دي كانت حلقتنا. قولوا لنا ايه رايكم في توقعات دور ال 16 ومين المنتخبات اللي هتتاهل الى دور الثمانيه. اتمنى اكون اشتغلت على حضراتكم، واتمنى تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم جديدنا اول باول، وتعملوا لايك لو الفيديو عجبكم، وتعملوا شير عشان يوصل اكبر عدد ممكن من الناس. بحبكم كلكم وشكرا لكم كلكم، يلا سلام.